رايح جاي ب 60 دولار، عكس كل توقعات. رحتها في الصيف، رحتها في الشتاء، رحتها في الكريسماس. هتقول لي ليه يا دولة نروح بودابست في نص أوروبا؟ يعني الجنيه المصري يساوي 8 فورنت الأولى، وخدت على دماغها مع ألمانيا، ولكن غلطوا نفس الغلطة تاني في الحرب العالمية التانية. يا صديقي، كل ما حد يجي يسافر يقول لك سافر، انت مش شجرة. عندي ليك مفاجأة، حتى الشجر بيسافر. أنا محمد عادل، وبحلم ألف كل دول العالم، والميزانية على قد الإيد. أعزائي المسافرين، اربطوا الأحزمة وتعالوا لفوا العالم مع دولة. أهلا بكم في الحلقة الأولى من دليل السفر. إيه دليل السفر؟ هناخد مدينة من اللي أنا زرتهم. المدينة هيبقى لها 3 فيديوهات. أول حاجة دليل السفر، الفلوس، الإقامة، الهوستلز، المواصلات، وهكذا. رقم 2 هيكون أكتر 10 أماكن سياحية معروفة في المدينة دي. رقم 3 هيكون الفلوج من الأماكن دي لما أنا رحتها واتفرجت عليها عشان تشوفوها معايا. هنبدأ حلقات دليل السفر بتاعنا بواحدة من أحب المدن الأوروبية إلى قلبي، وهي عاصمة المجر بودابست. وأنا رحت بودابست بتاع 6 مرات في السنة ونص اللي فاتوا. رحتها في الصيف، رحتها في الشتاء، رحتها في الكريسماس، لأن هي دايما في طريقي وأنا رايح بلاد تانية، عشان أنا دايما بركب ويز إيه. هتقول لي ليه يا دولة نروح بودابست؟ اشمعنى بودابست دونا عن كل بلاد أوروبا؟ هقول لك 4 أسباب. السبب الأول إن بودابست في نص أوروبا، فقريبة من بلدان كتير، فأنت لو عايز تسافر كذا دولة تقدر تروح من بودابست. جنبها النمسا، تقدر تروح فيينا، براتسلافا، سلوفاكيا، سلوفينيا حلوة جدا، وبليد ليك من أحلى الأماكن اللي أنا رحتها. كرواتيا لو عايز تروح كرواتيا، وبراغ في التشيك. رواندا والتشيك قريبين من بعض قوي كده. يا جدع انت ايه، مفيش جغرافيا ولا ايه؟ رواندا وتشيك كده في سلك شائك بينهم والله. انت عارف سموها تشيك ليه؟ لا. الروانديين هم بيعدوا، كل ما يجي يعدوا يروح قميص الواحد منهم تشيك في السلك كده، فسموها تشيك. الناس اللي بتحب الأماكن القديمة والبلد اللي شكلها شبه الفيري تيل وشبه ديزني لاند، فبراغ من أحلى الأماكن اللي أنا رحتها. رقم 2 إن بودابست هي الهب أو السنترال ايربورت بتاع ويز اير، أو المطار المركزي لطيران ويز اير. وده من أكتر الطيران الاقتصادي اللي أنا بستخدمه، واللي بيسافر من مصر من كذا مطار، من مطار سفنكس ومن مطار الغردقة على بودابست. وكمان النتورك بتاعته من بودابست بتروح بلاد كتير، مالطا، مونتينيجرو، إيطاليا، فتقدر منه تروح بلاد كتير. لو انت رايح بودابست تاخد طيارة تانية اقتصادية لبلد جديدة تزورها. فانت ممكن تاخد طيارة لبودابست رايح جاي في حدود 100-120 دولار على ويز اير. ولو عندك الويز اير ديسكاونت كلاب هيبقى كمان ارخص. ولو استنيت في اي عرض من العروض اللي بيعملوها، ممكن تاخد التذكرة لبودابست من مطار سفنكس رايح جاي ب 60 دولار. وعشان تعرف كل حاجة عن الطيران الاقتصادي، تابع الفيديو بتاعي في كل حاجة عن الطيران الاقتصادي، عشان تقدر تسافر بسهولة وتعرف تتوقع ايه من الطيران الاقتصادي. رقم 3 الأسعار. الأسعار في بودابست من أرخص المدن الأوروبية اللي أنا زرتها، وهي تعتبر في وسط أوروبا، فهي مش في شرق أوروبا، ولكن أسعارها أقل بكتير من معظم المدن الأوروبية. فبالتالي لو أنت مسافر سفر اقتصادي أو عايز رحلة في بادجت قليلة، بودابست هتكون من أفضل الأماكن ليك. زي ايه الاسعار في بودابست اللي انت بتقول عليها ان هي في متناول او اقل من الدول الاوروبيه التانية؟ اولا، بودابست دولة من الاتحاد الاوروبي، فانت بتدخلها من الشنجن فيزا عادي، وبتحجز الميعاد بتاعها عن طريق VFS. ولكن عملتها مش اليورو، عملتها هي الهنغاريان فورنت او الفورنت المجري، لان اقتصادها اقتصاد ضعيف بالنسبه للدول الاوروبيه، فهي مش مطابقه لمعايير الدخول لليورو. اليورو الواحد بيساوي 405 فورنت تقريبا، يعني الجنيه المصري يساوي 8 فورنت.
ايوه زي ما سمعت، دي دولة العملة بتاعتها اقل من العملة بتاعتنا. مش معنى كده ان الاسعار ارخص من مصر، ولكن هي ارخص كتير من دول اوروبية تانية. كارت المواصلات اللي بتاخده يوم واحد تركب بيه كل المواصلات، والمواصلات في بودابست المترو والترام والاتوبيسات ممتازة، وفي ابلكيشن اسمه بودابست جو بتخش عليه يحدد لك مسارك كله، عايز تروح منين وتيجي منين، او من على جوجل بتكتب عايز تروح فين بيطلع لك مواعيد الاتوبيسات والمترو والترام. فكارت المواصلات ده لليوم كامل ب6 يورو، ودي من اقل كروت المواصلات في اوروبا. تركب اكتر عدد مواصلات انت عايزه في اليوم الواحد unlimited. الهوستل مثلا في بودابست من 10 ل 15 دولار لليله، وانا الهوستل اللي بقعد فيه في بودابست اسمه A&O، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. رقم 4 واخر حاجه هي ان بودابست من اكتر المدن اللي اندر ريتد في اوروبا. انا وانا رايح بودابست اول مره كانت في نهايه رحلتي، كنت رايح فيينا وفينيس واخر حاجه بودابست عشان اخد منها طياره ارجع مصر. فانبهرت بجمال البلد واسعارها الحلوه والتمشيه فيها الجميله والاماكن الاثريه الحلوه جدا، فكانت عكس كل توقعاتي. فعشان الاسباب دي انا برشح اي حد عايز يسافر اوروبا لاول مره وميزانيته اقتصاديه ان هو يختار بودابست يسافر ليها. جوله تاريخيه سريعه عشان نعرف ايه هي المجر وايه هي بودابست واحنا رايحين، مش هتضرنا في حاجه، انا مش الدحيح بس خد شويه معلومات مش هتضرك. بودابست بتنقسم الى جزئين، بودا هي غرب نهر الدانوب وبست هي شرق نهر الدانوب. في سنة 1526 في معركة مشهورة اسمها معركة موهاكس، انتصر السلطان سليمان القانوني على كل الجيوش الأوروبية بقيادة جيوش الإمبراطورية المجرية، واحتل بودا، وفضل العثمانيين محتلينها لمدة 150 سنة لحد 1686، وبنوا فيها آثار كتير وحمامات عثمانية كتير، وواحد منهم لسه موجود لحد هذه اللحظة اسمه رودس باثز. استعاد المجريين بودا ووحدوا العاصمة بتاعتهم بقت بودابست، وبعدين بقوا جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية. والإمبراطورية النمساوية المجرية دي دخلت الحرب العالمية الأولى وخدت على دماغها مع ألمانيا، وبالتالي الإمبراطورية اتفككت وأصبحت المجر دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى. ولكن غلطوا نفس الغلطة تاني في الحرب العالمية الثانية. البشوات انضموا إلى قوات المحور وألمانيا النازية، وطبعا خدوا على دماغهم، وقبل آخر الحرب ألمانيا احتلتهم عشان ما يخرجوش من الحلف بتاع المحور، وبالتالي الحلفاء دمروهم وضربوهم بالطيران وبهدلوا بودابست. وطبعا احنا عارفين مين اللي كسب في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي السوفييت احتلوا المجر واعلنوها جمهورية اشتراكية وبقت جزء من الاتحاد السوفيتي. وبعدين الناس المجريين ما عجبهمش الكلام زي معظم دول شرق اوروبا، وعملوا ثورة سنة 1956 على السوفييت، وطبعا اتقمعت الثورة والسوفييت احتلوها تاني. وبعدين مع انهيار الاتحاد السوفيتي اتحولت المجر إلى دولة ديمقراطية. بودابست هي 10 أكبر مدينة في أوروبا، وتاني أكبر مدينة على الدانوب، بيعيش فيها 2 مليون بني آدم من 10 مليون بني آدم بيعيشوا في دولة المجر كلها. عرفنا باختصار إيه هي العاصمة بودابست، شوية معلومات عنها، ليه أنا برشحها إن أنت تسافر ليها، والأسعار فيها وإزاي تروح وإزاي تيجي. حاجة مهمة جدا لما تنزل مطار بودابست، في 2 اوبشنز عشان توصل بيهم للسيتي سنتر. عندنا الباص الإي 100، وده أتوبيس دايركت بيطلع من المطار للسيتي سنتر، والتذكرة بتاعته منفصلة ب5 يورو. لكن انت لو مسافر ناصح وبتتفرج على الفيديوهات وبتتابع قناة معدولة، هتعرف ان في اوبشن تاني احسن منه، وهو الاتوبيس رقم E200
اللي بيوصلك لمحطة المترو الام 3 اللي اسمها كوباني كيبست، وبتركب المترو يوديك برضو وسط البلد في تقريبا نفس التوقيت. ولكن ايه الميزة؟ ان انت لو خدت الاتوبيس الاي 200 زائد المترو الام 3 تقدر تستخدمهم بالتذكرة اليومية بتاعة بودابست اللي قلنا عليها ب6 يورو، اللي بتستخدمها كمان عدد لا محدود من المواصلات. فتشتري التذكرة دي تركب بيها من المطار الاي 200 وبعدين الام 3 وتوصل وسط البلد وتقضي 24 ساعة مواصلات، كل ده ب6 يورو، بدل ما تدفع ال5 يورو عشان تركب الاي 100 يوصلك بس وسط البلد، واي مواصلة تانية تركبها تحتاج تدفع فلوس تاني. فلو انت بتتفرج علينا وبتتابع الفيديوهات بتاعتي هتعرف التريكات اللي ما يعرفهاش المسافرين التانيين ومحدش بيقولها في الفيديوهات بتاعته. في الفيديو الجاي هنقول بقى ايه اهم 10 اماكن يزورها السياح في بودابست، ولو انت تروح بودابست تزورها، وهنعرف سر حارس السوق، الراجل التمثال ابو كرش اللي تحط ايدك على كرشه تجيلك الحظ، وكل الناس بتعمل كده لما تروح بودابست. وايه الاكلات المفضلة في بودابست، وايه اكلتي انا المفضلة في بودابست. ويا خسارة مطعمي المفضل مش مجري ولا حاجة، مطعمي المفضل اسمه اسطنبول، وهو مطعم تركي بس تحفة، كل ما اروح بودابست لازم اكل عنده. تابعوني شوفوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا ايه اكتر 10 اماكن مهمة تزورها وانت في بودابست، والتفاصيل والاسعار وكل حاجة. لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل فولو على الانستجرام وفيسبوك لو عجبك الكلام. وما تنساش لو محتاج استشارة مجانية عن السفر ابعت لي على المسجز بتاعت الانستجرام، هتلاقيها في الديسكريبشن تحت، وانا هقدم استشارات مجانية بالنسبة للسفر لأي حد حابب يسألني عن أي حاجة. واكتبوا لي في الكومنتات إذا كنتوا سافرتوا بودابست حبيتوها أو لأ، ولو نفسك تسافرها أو أي سؤال واستفسار. أشوفكم على سفر بإذن الله.